تقوم من الليل من عز النوم تفكر في الأكل وتاكل وتخرب النظام الغذائي بتاعك، وهو ده اللي مبوظ لك الدايت. تمشي طول النهار زي الألف وبالليل بيبوظ منك. انت عندك احتمال كبير يكون اضطراب من اضطرابات الأكل اسمه اضطراب الأكل الليلي. هقول لك تشخصه ازاي. في احتمال صغير يكون ده اضطراب من اضطرابات النوم، وهقول لك تفرق بينه وبين التاني ازاي. بص يا سيدي، اضطراب الاكل الليلي ده اصبح منتشر جدا جدا جدا، ولسه لغايه دلوقتي مش قادرين نستوعب انه مشكله نفسيه غذائيه الاثنين مع بعض. بيحصل ايه؟ بيحصل ان 25% من السعرات بتتاكل بعد العشاء. بعد العشاء مش في العشاء. بيحصل انه الانسان بيقوم مرتين على الاقل في الاسبوع من النوم، ياكل ويرجع ينام تاني. بيحصل انه لما بيصحى الصبح بيكون واعي انه خربها بالليل، وده النقطه الجوهريه اللي هتفرق بينه وبين احد اضطرابات النوم زي المشي اثناء النوم. الانسان ما بيبقاش واعي، الفرق بينهم كبير والتعامل بينهم مختلف تماما. الانسان ده بيبقى شهيته وحشه قوي او قليله قوي او متحكم جدا في الاكل بالنهار، وبالليل العكس على طول. تيجي العياده تقول انا ما عنديش مشكله خالص الصبح ولا بيجي على بالي الاكل، انما بعد العشاء عديكي ببقى ديناصور بقرب اكل رجل الترابيزه. طيب يا ترى ايه اسبابه بقى بعد ما عرفنا نشخصه؟ طبعا الاعراض دي لو استمرت اكتر من 3 شهور يبقى الموضوع كبير ومحتاج تستشير فيه الاثنين، طبيب نفسي وطبيب تغذيه فاهم في اضطرابات الطعام. بالاغلب بيكون اسبابه يا اما اضطراب الساعه البيولوجيه يا اما اضطراب في الهرمونات، تحديدا الميلاتونين، الليبتين، الكورتيزون، وساعات كمان الانسولين. وكتير بيكون مسؤول عنه الانظمه القاسيه، يعني زي ما قلت لكم ياتروجينيك، يعني بسبب بعض ممارسين مهنه التغذيه العلاجيه من الناس اللي مش فاهمه تعمل نظام قوي جدا جدا وصارم جدا جدا علشان العيان جاي يقول له انا لازم اخس، انا اخس بسرعه، انا عندي يسمع كلامه ويمشي ألف طول النهار، وبالليل تحصل هذه المشكلة. علاجه إيه؟ علاجه توزيع الأكل على مدار النهار. بالعكس لازم ياكلوا كويس قوي، وجبة العشاء تكون مشبعة، وكتير جدا بنحتاج حاجتين، يا إما أدوية للقلق والاضطراب لو فعلا هو ده اللي مرر الموضوع، يا إما أدوية لعلاج الشهية زي أدوية السمنة الجديدة، ودايما دايما بنحتاج حاجة اسمها CBT أو علاج معرفي سلوكي. قول لي من الاعراض او من ادوات التشخيص اللي انا قلت لك دي انت عندك كام واحده منهم؟ الموضوع منتشر فوق ما انا كنت اتخيل.